السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على أفضل الصلاة وأتم التسليم. أدونا الشير يا جماعة، الشير الشير الشير. نمشي يا جماعة نشوف الميدان يا جماعة. شير شير يا جماعة، قدر ما تقدر ادينا شير. أول حاجة في خبر ما أكيد بنسبة 100%، لكن ملامح الخبر أكيد، يعني حتى الحاجات بتاعت الخبر صحيحة. اللي هو شنو الخبر؟ أنه كيكل مشى شرق تنبول. ليه مشى هناك كيكل بيخطط على أساس أنه يشرد يطلع برا. اسمع الكلام ده كويس. كيكل بيخطط على أساس أنه يشرد يطلع برا، لأنه أنا لو قلت لك كيكل بيقدر يصمت والله بكون كذاب. لو قلت لك كيكل عنده قوة والله أنا كذاب. لو قلت لك عندهم حاجة الناس العطالة اللي قاعدين معاه والله ديل بصدعنج تنتصر عليهم. صدعنج واحد تجيبه معاك وشايله واقسم بالله تنتصر عليهم. بصدعنج تجيب صدعنج كده ظابط والله تنتصر عليهم. الأمس شوهد كيكل متحرك إلى منطقة من تنبول 30 كيلو. عندنا الفيديو. مصادر كانت من المنطقة ديك ذاتها قالت في كلام على انه يطلع على اتجاه اريتريا، لانه احنا عارفين الان يعني كيكل ده لو بكره طلع برا وهناي احنا عارفين والدنيا كلها عارفه انه كيكل الان ما عنده حاجه. ما تسمع تنبول ما فيها طلق، دكاكينه فاتحه، سوقه فاتح، الناس طالعه، الناس نازله. قلت لك ما في حاجه. الكلام اللي عملوا لك والتمثيليه وقفلنا السوق وجاء كله تمثيليه عشان يبيعوا ويحشدوا ناس كثيرة، لكن الناس ما كلها مشت معاهم. مشوا معاهم غرب العدد اشتروا منه. باقي الغرة كلهم رفضوا نهائي. قال لهم ما دايرين. قال لهم بيجي جلحة وجلحة جاي وجلحة جاي يسرق ولازم تسرق. ما دايرين. قال لهم ما دايرين. في غرب العدد شالت منه قروش. وانا داير اقول حاجه لناس الغوره اشالوا منه بالقروش. نصيحه لوجه الله، احنا عارفين انكم انتوا لا دعامه ولا عندكم علاقه بالدعامه. انتوا ناس وطنيين دافعتوا عن اعراضكم وشرفكم للان، لكن اسمعوا مني نصيحه. نفس المشهد ده اتطبق في مناطق الجزيره، غرب الجزيره اتجاه سليم. جوعوا لهم يا يلبسوكم. ليه؟ لانه الناس ديل ما عندهم حاجه الان. ما في، انتهوا كملوا. الان حيجوكم يقول لكم يا تلبسوا معانا. بتلبس معاهم بتدقس، بتلبس اللبس حقهم بتدقس. ما تلبس معاهم الناس ديل بيقعدوا كاتلوا. عشان كده كونك تقعد معاهم وتتفاكر معاهم دي غلطه ذاتها. عشان كده المعركه انتهت. الناس ديل الان مصيجين من كل مكان، عندهم حته الان دخلوا فيه وما عندهم. لكن والله الجيش قرب. دلالات كثيره عندنا، حاجات كثيرة. أغلب الجنجويد سافروا. عندنا شباب بنعرفهم جنجويد من مناطق في الجزيرة شتتوا وقالوا الكلام ده، وصلوا هناك وهن حيجيبون. لكن الناس بتلك أنه هن خلاص عارفين أنه الجنجويد انتهوا، وهن ذاتهم عارفين أنه انتهوا. القصة بتاعت الجنجويد وما الجنجويد والجنجويد والله دي انتهت. الآن انتهت. شغلة واضحة. ما تسمع. ما عندهم قوة، ما عندهم حاجة. الناس ديل الآن لا يملكون شيء. الآن كيكل بيفتش، احتمال يكون شرد واحتمال يكون طالع واحتمال يكون حيشرد، لكن كيكل ما بيقعد. لا لأنه قجة ما عنده علاقة. قجة كان في حتة وكيكل كان في حتة. جابوا الجيش يقموا الجيش. كيكل ما قجة، ما كيكل ولا عنده علاقة به. قجة يقموا الجيش. الشغلة عندهم انتهت. الناس دي بدوا يبيعوا، كل واحد بيجيب بيتين امسك هاك وبشيل حاجاته وقروشه وبيضرب الطريق مصير. اغلب الجنجويد مشتتين بهناك ماشيين خلاص. معارك في ما يكذبوا عليك ولا يغشوك يقول لك والله لسه. الكلام ده ما في. وقسما بالله انا ابشرك واديك بشاره ما في دول حيبشرك ليه. انا نفسي اقول لك، لكن والله العظيم ما بقدر اقول لك. لكن بقول لك قسما بالله الجنجويد من يوم 5 يشوفوا شيء من الله خلقهم ما شافوا.
حتشوف انا بشر لك هنا حاجات يوم 6 يوم 7 بشر لك حاجات وحوريك واقول لك ده الكلام اللي كنت غالبنا اقوله ليك يا جنجويد. والله العظيم اللي حيجيكم والله من الله خلقكم ما شفتم، والله العظيم وكتاب الله الكريم ما تتعبوا. انا قلت عليكم والله باي باي، والله دنيا زايله وزايل كذبه وزايل طلصه وزايل قحاطيه وزايل عواليقه. يا جماعه والله تطمئنوا قدر ما تطمئنوا اطمئنوا. المعركه الان غير، معركه غير، الشغل الجاي غير، الشغل الفات كوم والجاي كوم. انا بقول لكم مزولنا امام الله. هتسمع الجيش وشوفنا الجيش والجيش في حنتوب والجيش جبه هنا. والله ما في زول عارف حاجه عن الجيش ولا عارفين حاجه، استودعناه والله، استودعناه والله. ما في زول عارف، بس الا بقول لنا الحمد لله في تقدم. يا جماعه في حاجه نقول ما في، الحمد لله في تقدم ولا عارفين اي حاجه. والله العظيم ما عارفين حاجه، بيقول بس تقدم 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 تقدم. ما تسمع طلص ومشوا في ناس قاعدين ويوم كله ما في زول عارف. في حاجات والله بتطلع صحيح بس، لكن والله ما في حاجه. عشان الناس تطمئن يطمئن. القصه دي ماشيه للخواتيم، ماشيه للخواتيم. انا لو شوف اللايف ذاته بقى كله ما شاء الله كله جنجويد استخبارات، والغريبه بيقوا ما بعلقوا، بيزالوك حاجات كده احنا بنعرفهم ديل هون. وين المنطقه؟ الميدان الحاصل شنو؟ في المنطقه بتاعت الجزيره هناك ورا هنا الحاصل شنو؟ دايرين يلقطوا لون حته بس بتاعت معلومه. والله بيبنوا عليه. شفت المعلومه اللي بنقولها دي؟ بيبنوا عليها عديل، بيبنوا عليها عديل، بينا عديل بيبنوا عليها. عشان كده نحن عرفناهم بقينا ما بنتكلم. بنقول لك اطمئن، بنقول لك الاطمئن دي، ولما نتكلم في موضوع غير العمليات بيزهجوا ويخش لك في الخاص بينبذوك. لما نتكلم في حاجه غير العمليات وغير مشينا وين ودخلنا من وين وسوينا، هسه جنجويد راس لاقي له معلومه يرجع اليوم، ما لاقي له حاجه عشان تتعمل. ما في زول عارف حاجه. تكتم رهيب. باذن الله تعالى يوم 6 يوم 7 بنشر لك، بوريك حاجات عشان تطمئن. حتشوف بعينك. القصه انتهت. بتشوف ويتكلم فاشر وكله كلام. ايوه الفاشر حيخشوا وبيدعموا فيهم ودخلوا العربات دخلت، وانا قلت لك التاشيرات دخلت لكن بمواطر. الناس الفاشر صاحيين، والله الجيش الفاشر يكفي ولا كلمه ولا تشيل هم. صاحي الفاشر، وضعه ممتاز، كله تمام. الفاشر جنود على ضباط على عتاد على كله جاهز. ما تسمع كلام الحملة الإعلام هنا، ده كله ضغط نفسي. ده ضغط نفسي، لأنه بيهين المصفى قاعد حاصرينه وانطلعوا منه، وانت دارين يقطعوا البحر قبضوهم في على درمان. أنا كده أطمنك ما ولا شفت ولا نملة ما في. عشان كده دارين يعملوا لك ضغط نفسي ويعملوا للحكومة ضغط نفسي. وإذا التصريح اللمز بتاع النظيف ده، القرايه الاولى بتاعتي قلت عليك، القرايه الثانيه بعد تاني عرفت انه الكلام بتاعه خلاص المعركه خلصت. خايف وزير الخارجيه النظيف، وزير الخارجيه النظيف خايف، عديل خايف. خايف والله، اقسم بالله خايف. النفسيه طلع ليه الان؟ ما زمانك حميدتي كان بعتاده بقوته، ليه ما طلع قال حميدتي منتصر؟ ليه ما طلع قال؟ ليه قام قال الان؟ لانه الان عارف كلها ضغوط على الحكومه، هو ما عارف النظيف العميل الوسخ، ما عارف زمانك حميدتي كان وبقوته وعندهم وقبله وعندهم كل حاجه. ما كان يطلع يقول والله حميدتي بينتصر والجيش ده ما قالها. ليه طلع السيف؟ طلع السيف عشان حاجه واحده، انه
الاستخبارات والشرطه الامنيه طردوها من هناك جوا، بس قالوا ناس الجمارك. ده شغل بتاع فساد مغنن ومركب وحاجه كده مدروسه ممنهج. تكلمنا فيه كثير جدا. الليله شفنا اجتماع بتاع وزير الداخليه وقال في قرارات طالعه عشان يسوي الشرطه وعشان يعمل عشان احنا بننتظر القرارات دي نرجع نشوفها في صفحه وزاره الداخليه. هل القرارات دي بترجع الوحدات الاربعه لاداراتها وتكون تابعه للمدير؟ احنا نقول لك عداك العيب، وترجع الشرطه الامنيه جوا المواني وترجع الاستخبارات جوا، عشان بتاع الجمارك ده عندنا فاسد، نحن ما بنثق فيه بامانه وبصراحه. دايرين زول يحرس لنا الحراميه جوا ديل، ما بنثق في زول، ده وطننا. دايرين ناسنا استخباراتنا شرطتنا الامنيه يقعدوا جوا محلات الجمارك دي زي ما كانوا. ليه يطلعوا برا؟ لصالح منو؟ عشان شنو؟ عشان حقيقه انا بحسبها كده، انا ما بحسب